اهلا بيكم في وصفة جديدة. النهاردة هنعمل مخبوزات. ريحة الخبز في الشتاء بتبقى مميزة جدا وبتملى البيت بركة وخير. هنعمل نوع من الفطاير طعمها لذيذ جدا، جميلة جدا جنب كوباية الشاي بلبن الصبح. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا ندخل على طول على الوصفة بتاعتنا. بس اولا كنت حابة انوه عن اني انا في المعايير بستخدم الكوبايات المعيارية. لو مش متوفر عندك الكوبايات المعيارية او الكوباية المعيارية استبدليها بمج الشاي الازاز العادي اللي موجود عندنا في كل بيت. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا. في بولة العجن هنزل ببيضتين كبار، هخفقهم بشوكة وهنزل بيهم بس مش هنزل بيهم كلهم. هسيب شوية كده صغيرين على جنب علشان ادهن بيهم وش الفطاير قبل ما ادخلها الفرن. هغطيهم واركنهم على جنب لحد لما استخدمهم. عليهم كمان كوباية وربع ناقص معلقة معيارية كبيرة من الحليب او من اللبن. عليهم كمان ربع كوباية من سكر الحبيبات العادي، بس للأسف المقطع ما تصورش، يعني يدوب التليفون فصل ساعتها. عليهم كمان معلقة ونص صغيرين من المعالق المعيارية من الخميرة الفورية. هقلب ميكس اللبن والسكر والبيض والخميرة مع بعض لحد لما الخميرة تدوب والسكر كمان يدوب. هنزل عليهم ب4.5 كوباية من الكوبايات المعيارية من الدقيق متعدد الاستخدامات، ومعلقة صغيرة من الملح، وكيس من اللبن البودر أو ربع كوباية من اللبن البودر. هقلب الكلام ده كله مع بعض، وانا مش بعجن يا جماعة، انا يا دوب بس بقلب تقليب لحد لما الدقيق يمتص كل السوائل. هستبدل السباتيولا بالشوكة علشان اقدر اتحكم كويس في العجينة، واقلب كويس لحد لما الدقيق كله يختفي تماما. هغطي العجينة بتاعتي وهركنها على جنب لمدة نص ساعة تستريح. أقل حاجة نص ساعة، من نص ساعة لساعة على حسب وقتك. بعد مرور نص ساعة ادي العجينة بتاعتي. هضيف عليها ربع كوباية من الزبدة المذابة، والزبدة دي يا جماعة أنا مدوباها في حمام مية. ما بدوبش الزبدة على النار مباشرة علشان ما تتبخرش المية اللي فيها. بعجن العجينة بتاعتي، أنا بدخل يدوب الزبدة كده، وبعد كده هاخدها على الكاونتر. بالنسبة للزبدة بندوبها على حمام مائي أو في الميكرويف لو عندك. بعمل الحركة دي في العجينة، برفعها كده واخبطها على الكاونتر. بفضل أكرر الحركة دي لمدة دقيقتين على الأقل. بدهن البولة زيت وإيدي كمان زيت، وبنزل فيها العجينة وهغطيها واركنها على جنب لحد لما تخمر وحجمها يتضاعف. بعد العجينة بتاعتي ما خمرت هبتدي أهبطها. هرش السطح كده برشة خفيفة من الدقيق، وهنزل بالعجينة بتاعتي على السطح. هقسم العجينة دي ل8 أقسام متساوية. حاولي تكون الأقسام كلها قد بعض، ولو انتي مش دقيقة يعني استخدمي الميزان. أنا عندي هنا السكرابر بتاعي لزق في العجينة، فعملته كده عفرته بشوية دقيق علشان ما يلزقش في العجينة. همسك كل قسم من ال8 وهكورها كده زي ما انتي شايفة. هحط الكرات بتاعتي على السطح مرشوش بالدقيق، وارشها هي كمان بالدقيق، واغطيها بكيس بلاستيك وعليه فوطة، وهسيبها ترتاح حوالي 15 دقيقة عشان تبقى سهلة معايا في التشكيل. بعد مرور 15 دقيقة الكرات بتاعتي يعني خمرت سنة بسيطة مش كتير. هرش شوية دقيق خفيفة كده، وهبتدي اشكل العجينة بالشكل اللي هتشوفيه معايا. انا طبعا مش هقدر اوصف، يعني انتي بس بصي كده على انا بشكل ازاي. بصي شكلت الاول على هيئة دايرة، وبعد كده ايه بلف لفتين زي ما انتي شايفة كده واضغط. بعد لفتين بجيب الجناب كده لجوه، وبعدين بلف لفتين كمان. كل ما الف لفة اضغط. بعد كده بقفل طرف العجينة كده كويس خالص عشان ما تفكش معايا اثناء التخمير، عشان تديني الشكل البيضاوي اللي انت شايفاه دوت. بعدين بلف العجينة كده على الكاونتر وبتديني الشكل ده. بحطها على صاج مدهون بزيت او عليه ورق زبدة علشان ما تلزقش. وهشكل واحدة تانية معاكم علشان تشوفوا طريقة التشكيل.
ببطط العجينة بتاعتي او الكورة على هيئة دايرة، وبعد كده بمسك الطرف كده وادخله لجوه، اشد وبعد كده اضغط لفتين، اشد واضغط، وبعد لفتين بجيب الجوانب كده لجوه، الجنب ده والجنب ده، وبعد كده بلف لفتين كمان، كل لفة الف واشد واضغط. في الاخر بقفل طرف العجينة زي ما انت شايفة كده. وهنا شكلت كل الكمية بتاعتي ال8 كرات، حطيتهم على صاجين تحتهم ورق زبدة، هسيبهم بقى يخمروا لمدة ساعة بالظبط. وهنا بعد ما خمروا، بعد مرور ساعة خمروا، بعد كده هدهن بقى، فاكرين شوية البيض اللي احنا شلناهم على جنب، هاخدهم كده وهدهن بيهم وش الفطاير بتاعتي. بعد ما هندهن كل الكمية هوريكم كده هفتحها ازاي علشان تدينا الشكل النهائي زي ما انتوا شفتوه معايا في اول الفيديو. هستخدم طريقتين، هستخدم المقص وهستخدم كمان الشفر الموس العادي او الشفرة العادية. المقص دوت مدهون يعني زيت او اي مادة دهنية عشان ما يلزقش معايا في العجينة. بصوا بعمل ازاي، بنزل كده بطرف المقص واقص كده، بنزل حوالي يعني بغرس المقص في العجينة حوالي سنتي او سنتي ونص. انا هخليكم تشوفوا كده بس من غير ما اتكلم. بصوا شايفين بعمل ايه. وعندي دي زبدة حطيتها في كيس حلواني او ممكن اي كيس، يعني مش لازم كيس حلواني. والزبدة دي زبدة لينة يعني مش مذابة، بس لينة برضو، مش يعني مش جامدة قوي. نزلت بيها في الفتحات كده، وبعد كده هرش شوية سكر حبيبات فوق الفطاير بتاعتي. كمية السكر دي بقى ترجع لك انتي زي ما انتي حابة، يعني عاوزة تكتري السكر عاوزة تقلليه زي ما انتي حابة. وادي الصاج الاولاني. الصاج التاني بقى هنشكله بالموس. ده موس عادي حاد، يعني انا مخصصاه يعني مخصوص للمخبوزات. بصي بعمل ايه، بغرس الموس برضو مسافة سنتي او سنتي ونص، وبفتح العجينة بتاعتي عادي. برضو حطيت الزبدة في الفتحات ورشيت عليها سكر حبيبات، وهدخلها فرن مسخن من قبل كده لمدة ربع ساعة على حرارة 180. حرارة 180 لمدة 25 دقيقة على الرف الأوسط. وده كان شكلهم بعد ما خرجوا. الأولانية دي اللي احنا عملناها بالمقص، وده الصاج التاني اللي احنا عملناه بالموس. قولولي في الكومنتات رأيكم، أحلى اللي بالمقص ولا أحلى اللي بالموس؟ فطاير جميلة جدا، شكلها رهيب يا جماعة، وشيك جدا في التقديم كمان. لو عندك ضيوف أو عندك حد، يعني بتبقى حلوة جدا على الفطار الصبح. جربوها ان شاء الله يا رب تعجبكم. كمان ممكن الفطاير دي تدوها لاولادكم هم رايحين مدرسه، تصغروا بس يعني حجم الكرات، بدل مثلا ما تعملوها 8 كرات تعملوها مثلا 12 كوره، هتديكم حجم معقول ينفع لللانش بوكس للولاد ياخدوه معاهم المدرسه. شايفين زي القطن حرفيا، يعني زي القطن حرفيا، جميله جدا جدا جدا. هفتحها لكم كده من جوه علشان تشوفوها قد ايه هي طريه واسفنجيه. وطبعا الطعم مش هتكلم عليه، يعني الطعم انتوا هتشوفوه وهتجربوا بنفسكم وهتحكموا. شكلها جميل جدا وطعمها رهيب رهيب. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. وحبايبي اللي بيتابعوني من على فيسبوك، يا ريت لايك وشير، وكمان متابعة للصفحة. اشوفكم في فيديو جديد قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.